اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدوته على الطريق. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي دي الحلقه الثالثه فيها اللي بنحلل فيها مباراه منتخب مصر في بطوله افريقيا. فدي الحلقه الثالثه لينا. المباراه بتاعتنا اللي كانت ضد كاب فيردي الراس الاخضر. فقبل ما نبدا مشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار اللايك تشجيعا مننا نكمل في السلسله، بما ان دي الحلقه الثالثه اللي شفنا كانت يوم عصيب جدا على الكره المصريه. يوم كان فيه امال كتيره ان احنا نقدر نعمل حاجه بسبب الضغوطات اللي حصلت، لكن للاسف احنا كنا على بعد شعريه ولولا ستر ربنا طبعا معانا قدرنا نصعد من المجموعه. يعني تقريبا احنا المنتخب الوحيد اللي في تاريخ البطولة صعد مركز تاني ومعاه 3 نقط بس من 3 تعادلات. المباراة اللي كانت بدايتها يعني بداية خير على المنتخب المصري والجماهير كلها في ظهر اللعيبة. تتكلم ان المباراة كنا نازلين بتشكيلة نفسينا فيها من زمان. المنتخب بتاعنا قدر ينزل يعمل في بداية الشوط بضغط عالي وهجمات وشوط وكور على الجون كتيرة وحاجات جوه ال 18 وعرضيات من هنا، وكنا ماسكين عليهم كورة، الا ان هم بعد كده قدروا يلعبوا ضغط علينا عالي شوية، او على الاقل يلعبوا الكوره على الارض يخلوكم ان هم مستحوذين يخضوك بكوره وكده. لكن لحد ما جت الدقيقه 12 وكان اول تهديد العرضيه بتاعت محمد هاني اللي مصطفى محمد عمل عرضيه عملها براسيه جت على الجون. الا ان يعني الحارس برضو عمل شغل عالي الماتش دوت، عشان بعدها بدقيقتين امام عاشور يقدر يعمل تسديده ولا اروع، عشان خلاص نبدأ نحس ان يا جماعة احنا بنروح على الجون هنعمل ونخلي ونسوي. علشان استكمالا لده كله برضه في الدقيقة 19 مرموش يشوط الكورة اللي مصطفى كمل بيها بس ما ظبطتش، يعني ما لبستش في رجله. فخلاص انت بتتكلم في 20 دقيقة انت رايح عليهم على الأقل على الحارس ب4 كور، غير بقى التسديدات اللي طلعت بره الجون والحاجات دي كلها. لحد ما بعد كده برضه شفنا فتوح ان قدر يعمل تسديدة في الدقيقة 40. فانت بتتكلم ما بين الدقيقة 20 والدقيقة 40 الماتش كان ميت شوية. احنا نمسك كورة هم يمسكوا كورة، طب احنا نروح بهجمة، طب مش عارف ايه. فقدرنا برضه نلعب عليهم شوية لحد ما في اخر الوقت في ال5 دقايق الوقت بدل ضايع ما حصلش اي حاجة في ال5 دقايق ديت. قدر ان هم يجيبوا جون علشان ينهوا الشوط الاول يعني بجون كالعاده. الجون اللي دخل فينا البطوله كلها خطا دفاعي، محدش عارف اللعيب ده لوحده ازاي. ننزل بقى في الشوط الثاني التبديلتين، تريزيجيه نزل مكان حمدي فتحي، محمد حمدي نزل مكان فتوح اللي كان نازل يعني مش في الفورمه اللي احنا عارفينها بتاعت فتوح. الا ان انت بتتكلم ان اول ما تريزيجيه نزل على طول جاب جون في بدايه الشوط اللي هي العرضيه وبعد كده الركنيه والاسيست بتاع حجازي. المباراه خلاص قال لك المنتخب هيعمل وهيخلي، وبالفعل بعد كده مسكنا ولعبنا وعملنا كل اللي بايد المنتخب المصري. الا ان بعدها على طول تريزيجيه قدر يشوط تسديده راحت على الحارس. فخلاص احنا يا جماعه الملعب اتفك، عندنا لعيبه كويسه جدا، زيزو، مرموش، مصطفى، تريزيجيه، امام، فعاملين عليهم كثافه هجوميه جباره ما عملناش من مده. علشان بعد كده برضه تريزيجيه يشوط تسديده ثالثه في الدقيقه 60 تكمله لكل اللي تريزيجيه قدر يعمله الشوط الثاني. فانت بتتكلم ان في الفتره دي قدرنا في بدايه الشوط الثاني بنزول تريزيجيه وتجديد الدم عملنا عليهم ربع ساعه وثلث ساعه احنا حاشرينهم، كنا على الاقل نقدر نجيب فيهم 3 اجوان. بعد دوت كله ومسكنا الشوط دوت عليهم كويس جدا. بعد كده الهجمه بتاعت مصطفى محمد اللي كانت في الدقيقه 84 الا ان الحارس برضه تصدى لها، وبعد كده الترقيصه بتاعت امام اللي خد اللعيبه من نص الملعب. فخلاص انت بتتكلم ان يا جماعه الموضوع في ايدينا نقدر نكسب، ليه لا نقدر ونصعد بقى بدون الاله حاسبه والجو دوت كله وضغط اللعيبه والدم بتاع اللعيبه والجزه بتاع ان احنا يا جدعان هنكسب وده كله. علشان كهربا يضيع القلشه بتاعت الدقيقه 90 اللي الناس كلها قالت ان دي بتاعت كهربا اصلا، علشان ربنا يكمل الفرحه بتاعت المصريين في الدقيقه 92 الاسيست العالمي من تريزيجيه والفينش اللي على التاريخ اللي اتدرس بتاع مصطفى محمد. وفرحنا ورفعنا تيشيرت محمد صلاح والمنتخب صاعد. لكن لعبوا عليه كوره دقيقتين قدروا يجيب فيكم جون، خلاص الجون دوت كان كفيل ان هو يطلعك من البطوله. جون يدخل فينا في الدقيقه 99 سبب برضه خط الدفاع اللي محدش عارف اللي لا حول به ولا قوه. فانت بتتكلم ان احنا خلاص كله بقى عمل كده واشتغل الاله حاسبه وان احنا هنحسب وضيعنا بره البطوله وخلاص وده كله. لكن يشاء ربنا ان في وسط الماتش ما شغال نكتشف ان اصلا غانا اتعادلت مع موزمبيق بجونين، جون بعد الدقيقه 90 في غانا، يعني جون في الدقيقه 91 وجون في الدقيقه 94. والناس طب احنا برضه يا جدعان صعدنا ما حدش برضه كان فاهم. تكتشف ان بعد البطوله ان في فرقه 7 نقط صعدت مركز اول وانت مركز تاني صاعد ب3 نقط، وموزمبيق وغانا كل واحد بنقطتين روحوا بره البطوله. فليه احنا حطينا نفسنا في الضغط دوت وفي المشاكل دي كلها؟ دي كلها حاجات الناس بتتساءل يا جماعه ازاي ده مع الراس الاخضر وبالتشكيله التانيه بتاعته مريح لك 7 8 لعيبه، ليه نتحط في الموقف ده كله سأل نفسه محدش عارف الاجابه فين. سمعنا كلام ان بعد البطوله ممكن المدرب يمشي سواء كسبنا او خسرنا، لكن كلها حالات نتمنى ان هي تصحح في المنتخب المصري من اخطاء دفاعيه من اداريات فنيه والحاجات ده كله. فيعني قبل ما ننهي ما تنساش في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار تكتبنا في الكومنتات
حاسس بايه هيحصل بعد كده في حال الكره المصريه، شايف ايه ان نقدر نطوره في الكره المصريه. دي كلها حاجات ان الناس بتسال عارفه كتير منها في الكومنتات، رايك ايه في الليله دي كلها.